السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبيب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. تعالوا بقى نشوف بقى هنعمل المطبخ بتاعنا ازاي، وبنوريكم بقى ايه. هو الوقت الدهن كله اهوت، بس معاش اللي حتت فوق ام رحيم بتعملها، الله يبارك لها يا رب وده الصح. الحته اللي هي اللي ما جاتش يعني تيجي بالفرشه كده، لان ما عرفناش نجيبها من غير الفرشه يعني، الحتت اللي ضيقه واللي كده يعني. بس اللي هو الدهان ده هو غيره صحيح وغير اللون، بس انا عايزه ايه دي بطانه بس كده في الاول. عايزه بقى احط له اعمله لون ابيض، لا لون رصاصي كده، المهم يبقى حاجه فاتحه يعني. ممكن يكون رصاصي فاتح، رصاصي ابيض رصاصي كده على رصاصي، وممكن يكون ابيض شاهق يعني. مش عارفه تمام كده، مش عارفه بقى هو اللي يبقى هو الصح يعني او كده. لسه بشاوركوا يعني وباخد رأيكوا عشان انتوا اخواتي وانتوا عيلتي التانية وكده. ماشي يا حبيب قلبي، بحب اخد رأيكوا في كل حاجة يعني. ربنا يبارك له ليكوا يا رب كده ومتحرمش منكم ابدا. كل سنة وحضركوا طيبين، ويدعي الايام عليكم بخير يا رب. وربنا ينجح البنات وينجح الصبيان، وربنا يديكوا الصحة كده وروق بالكم. واللي يحطوا له رايك كده ربنا يسعدها يا رب، يسعد قلبها. لايك يا جماعة، لسه لحد دلوقتي ما حطيتش لايك، واول مره تشوفوا قناتي تنزلوا تشتركي لي وتعملوا اشتراك كل يوم علشان يوصلك كل جديد كل يوم برضه. ماشي يا حبايبي. ام رحمة الله يبارك لها، هي مسكته وظبطته. قصرته الاول بتاع الدهون دهيت بتاعت الدهون. آه يعني كان في دهون من المطبخ ضيق وكده، في دهون كتير. ومسكته بقى غسلته حلو قوي ونضفته وشالوا كل حاجة منه، وهي اللي دهناه. انا ما دهنتش حاجة بصراحة يعني، انا بس بصورها بس. آه، هي لان هي يعني خفيفة عنها تطلع هناك كده على الرخامة، لان ما لهاش تطلع هناك كده يعني بصراحة. كده تمام. ماشي يا حبيب قلبي. قامت ماسكة بقى عملته وش باللورة. اللورة دي ولا التوريلا دي ولا اسمها والزويان بقى لازم ايه تتعمل بالفرشة يعني. اتغير برضو الشكل، اتغير شوية وبقى شكله حلو كده. وروي عايزة تطلع زي مامتها بقى، طلع عايزة تطلع، قلت لها بقى اشبطي نوع على الكرسي نوع. اي دي اللي كنت بقول لكم عليها يعني. الأبلة رؤية بقى واقفة. خلصنا بقى المطبخ، ورحنا بقى عشان نفرش القيسة بتاعة الصالة، لأن عشان بقى هنقعد وهنبقى قعدتنا كلنا بقى زي ما انتوا عارفين في المحل. هننضف حتتنا عشان ايه محدش هيبقى بيهرس فيها ولا حاجة، كل هرسنا هيبقى في المحل غادي يعني. قلت بقى نفرش القيسة ونظبط الدنيا كده معاكم واروق الحتة كده. ودي الغسالة هي اللي كان فيها هدوم برضه، كنت بصبن وكنت مشغلة الغسالة يعني. وقلت ايه نستف الحتة يعني مع بعض كده، حاجة سريعة وخفيفة كده. ادعوا له بس يا جماعة ان ربنا يدينا الصحة يا رب كده، واقدر اعمل كل حاجة، لان اليومين دولت الواحد يعني ربنا الاعلم به. الحمد لله. النهاردة تاني يوم، تالت يوم رمضان. معاش يا جماعة الا 27 يوم بس. فات يجري شهر رمضان، فات يجري بيجري على اخر الفضا، ما احناش ملحقين. كانت ام مرحبا بقى تجيب لي عيسى بقى، وقالت هنعمل معاكي، عملتهم معايا هما. ربنا يبارك لها يا رب ويديها الصحة. هي هي متتأخرش، ما بقولها على حاجة بتعملها متتأخرش، بتعملي كل حاجة. وربنا يبارك لها يا رب بصراحة يعني، من غير ما اتكلم والله. يعني هي بقول لكم دي بنتي التالتة اللي انا ما جبتهاش يعني. ربنا يخليها ويبارك لها ولادها.
كانت رؤية على تنحي فيه. خلصنا اهوت، مخدش حاجة تسيف يعني. وهمسك بقى الفرشة بقى بتاع الكنبة برضه وانضف اعملها فرشها، ونجيب ندخل الكراسي ونظبط الدنيا كده معاكم. ما المهم اللي انت ما تقعديش وتكسلي يعني، قوم الشنطي كده يعني الشطار كده، قوم ايه خلاص اللي وراكي يعني، عشان ما تكسليش يعني. طول انا صايمه بقى وهبطان، والله العظيم اقسم بالله انا صايمه اهوت. الحمد لله يا رب، يحمدك واشكرك يا رب. وطول النهار من ساعه ما بصحى انا ما ببطلش والله العظيم يعني. بعمل كوماج، آه بعمل كوماج، بعمل عجنه كبيره كوماج، وبعملها في المحل. وربنا يرزقنا يا رب ويرزقكم يا رب جميعا. وان شاء الله هصور لكم النهارده، هنزل لكم بكره الكماج، اعمل الكماج يعني وكده. بس انا عجنت بصراحه، وما قلتش على العجين بتاعه، بس انا عجنته معاكم كم مره يعني. خلصت اهوت. لا سيبنا من الكلام التاني بقى ونخش هنا عشان نسيب الفيديو التاني لوحده كده. آه، خالد بقى عايزه تكنس البرندة، قلت لها احنا بالليل مش هينفع، كان احنا بعد المغرب الفيديو كان عامله بعد المغرب. قلت لها مش هينفع ان احنا تكنسي بالليل لان حرام، كنس بالليل حرام. كانت الله يرحمها كانت تقعد تقول لنا كده حرام الكنس بالليل، اكبر حرام يعني. لو انت عايزه تكنسي اكنسي الصبح او في اي ساعه تانية، لكن بالليل لا. مش عارفه مين اللي مات وجاي ازاي وانا بتكلم ده، بسجل في الفيديو، بسجل لكم الوقت والله العظيم ان الوقت يعني بسجل لكم قبل العصر. كنت عجنت وخلصت اللي ورايا وصليت الظهر، قلت بقى اسجل لكم وبعدين ايه اروح بقى اقرص واخبز واخلص يعني، عشان الفيديو بيعطلنا عشان تسجيله بقى ومتشيكياش بتاعه ودي ودي، الدنيا كلها بتتعطل معايا يعني. بس الحمد لله ربنا بيعني وقويني، بقدر اعمل كل حاجه، انزل لكم اهم حاجه كل يوم اللي انا عايزه انزل لكم فيديو عشان نبقى مع بعض كده. وتشجيع يا جماعه يعني، والله العظيم يعني. تعرفين الفيديوهات دي بتبقى على اعصاب الواحد تنزيلها وعمايلها وتصوير ومنحيه يعني. الواحد بيتعب في الفيديو وما بيلاقيش عليه مشاهدات يعني، مش عارفه بقى ربنا هيسهل ويجيلنا مشاهدات امتى. وانا عارفه في رمضان بتبقى المشاهدات قليله، لان كل بيبقى متجه للقران، يقرا قران يصلي، بيبقى شهر العباده يعني. ما يبقاش شهر مثلا يتفرجوا على السريات او اي حاجه من دي. ربنا يصلح حالهم يا رب ويغفر لهم ويسترها معاهم ويهديهم. والناس بقى بتصلي، اللي ما كانش بيصلي الوقت الفرض في فرضه. وصايم بقى ولازم أن يصلي. يعني ما يصليش الا لما كان صايم. الناس كلها كده والله العظيم بجد، مش عارفه ليه كده. يلا الحمد لله. خلصنا معاكم الصلاه اهوت، نضفتها وروقتها، هي بقت فله. حد يخش علينا بقى كان شكلها وحش بصراحه قوي قوي من غير الفرشه يعني. يعني ربنا يعيني كده ويقويني واقدر بقى ابلطها واجيب لها بقى مكت كده واعمل ركنه كده زي الناس واظبط الدنيا معاكم كده. ربنا يخليكم لي يا رب. خلصت معاكم اهوت يعني. اشوفكم بقى في فيديو احلى واحلى. اشوفكم برعاية الله.